اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده، اللهم امين يا رب العالمين. فيديو جديد وروتين جديد عند الطيور زي ما انتم شايفين كده. دي الفراخ الساس اللي كانت كتاكيت صغيره، زي ما انتم شايفين كده. دول عمر 40 يوم النهارده. اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين كده احلى فراخ ساسو. الفرخ الساسو اللي حاليا بيجي الكتكوت اللي هو عمر يوم بيجي ب22 جنيه. والفراخ او الكتاكيت البيضة عمر يوم برضي بيجي ب33. من ده بيجي ب22. الكتكوت الساسو ب22 جنيه. زي ما انتم شفتوهم احنا جبناهم عمر يوم، هدا ليهم 40 يوم يعني. اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين كده. بس احنا مش هندبحهم دلوقتي لان لسه طبعا هيجيلهم حوالي شهر تاني او 20 يوم تاني. لو يتذبحوا احنا بنذبحوا على شهرين او على 3 شهور على حسب ايه الفرخ ما هيبقى، لان هو بيبقى زي الفراخ البيضة بس وزنهم مش زي الفراخ البيضة، يعني بيبقى اقل شوية. يعني احنا بنذبح الديك، انا جبته السنة اللي فاتت. ذبحت الديك طلع الديك كيلين، يعني 2 كيلو. يعني اخر كبره 2 كيلو، ما عايزتش عن كده، او كيلين الا ربع. انا جبته ساعتها ووزنته، يعني ده فيهم احجام. ذبحت احجام منه ب2 كيلو ومنه 2 كيلو الا ربع. زي ما انتم شايفين كده فيهم بلالين وفيهم هنقول فيهم ديوك والفرخ دي اللي هي ايه، يعني فيهم فراخ وفيهم ديوك. زي ما انتم شايفين كده الديوك طبعا احجام اكبر من الفراخ. مختلف طبعا، الديك يختلف خالص عن الفرخة. زي ما انتم شايفين كده حجم الديك اكبر، بس هم نفس يعني جايبينهم عمر كلهم عمر يوم واحد ساعة ما اشتريناهم. طبعا الفراخ زي ما قلت لكم ده عمر يوم واحد 22 جنيه حاليا. والفراخ البيضة العمر يوم حاليا ب33 جنيه. والعلف يا جماعة غلي، يعني شكارة العلف يعني دخلت في 600 جنيه اللي هي 25 كيلو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وانا جبت شكارة العلف اللي هي النور والبركة، اللي هي حاليا اللي هي الفراخ الساسو دي جبناها اخر مرة ب580 جنيه. الناعمة اللي هي الناعمة دي برضه نور والبركة جبناها برضه ب570، يعني فيها 10 جنيه. يعني زي ما انتم شايفين كده. طبعا غيرنا لهم المية اهي. وده العلف قدامهم، وانا مركبه لهم لنضة حمرا دي عشان هي بيبقى ساقعة في الليل، والحمرا دي بتستحملش البرد زي الفراخ البيضة. انا حاطه لهم لمبه عشان هي تدفيهم بالليل. زي ما شفتوا انا كنت نقلاهم في العش، انا ما غيرتلهمش الارضيه لحد الان. ساعه ما صورت معاكم لحد الان ما غيرتش الارضيه، لان الارضيه ناشفه. انا فرشتها تبني زي ما انتم شايفين كده وهي وناشفه. هم حاليا بياكلوا زي ما انتم شايفين. وغيرت الميه، طبعا الميه كانت سخنه طبعا مع الجو كان حر النهارده الصبح. انا كنت طافيه اللنده اوريها لهم يلا من شويه، لان احنا خلاص مع المغرب دلوقتي. حاليا خلاص المغرب على اذان. انا بصور على اخر النهار زي ما انتم شايفين كده. يعني ايه، انا نورت لهم اللمبه لان ايه الجو ابتدى يسقع، فانا نورت اللمبه. كده الفيديو بتاعنا يبقى خلص، واشوفكم في فيديو جديد وفي روتين جديد ان شاء الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.